كان في كافيه صغير على ناصية شارع قديم. الكافيه ده كان معروف بالهدوء، مفيش دوشة ولا ناس كتير، بس كان فيه دايما كرسي فاضي، كرسي بسيط لونه بني غامق متآكل من الحروف، كأنه شايف كل اللي قعدوا عليه. وكانت سلمى كل يوم تيجي تقعد على الترابيزة اللي فيها الكرسي ده، تطلب قهوتها السادة وتفضل تبص في الفراغ زي اللي مستنية حد متأخر قوي. الناس في الكافيه اتعودوا عليها، بقت جزء من المشهد زي الكرسي بالظبط. ولا يوم اتأخرت ولا يوم غابت، حتى في المطر كانت بتيجي تحط الشال على كتفها وتقعد قدام الكرسي الفاضي، كأنها بتحكيله أو يمكن بتستناه. الكرسي الفاضي كان ليه حكاية، وحكاية سلمى كانت ليها بداية من سنين لما كانت بتشتغل في نفس الشارع، وكان بيجي الكافيه شاب اسمه آدم، شعره أسود وضحوك بس عينيه فيها حزن ساكت. كان بيقعد على الكرسي ده دايما، وهي كانت تقعد قصاده، مش قصدها تتكلم معاه، لكن النظرات كانت كفاية. مرة القهوة وقعت من إيده، ضحكت، ومن يومها بدأ الكلام. الكلمة جابت كلمة، والضحكة جابت 1000 معنى، وبقى الكافيه مكانهم، مكان دافي بيخبيهم من الدنيا. كل يوم يقعدوا على نفس الترابيزة ونفس الكرسيين، هي قصاده وهو على الكرسي اللي بعد كده فضي. مرت شهور، والضحك بقى عادة، والقهوة بقت ذكرى، والعيون بقت بتحكي أكتر من الكلام. بس الدنيا عمرها ما بتسيب حد يفرح كامل. جاله سفر وقال لها هرجع بسرعة. سافر وساب الكرسي فاضي. أول أسبوع كانت بتيجي وتستنى، تاني أسبوع بقت تشرب قهوتها لوحدها، تالت أسبوع بدأت تسكت أكتر، وبعد شهرين اتقال إن الطيارة وقعت. ومن ساعتها الكرسي بقى شاهد على الوجع وشاهد على الوفا. من ساعتها وهي بتجيله في نفس الميعاد، نفس الكرسي، نفس القهوة، ولا كلمة ولا دمعة، بس كل حاجة فيها بتحكي إنها لسه مستنياه. في يوم صاحب الكافيه قرر يغير العفش، جاب كراسي جديدة وسألها نغير الكرسي ده كمان يا مدام؟ بصت له نظرة طويلة وقالت له لأ، ده هيفضل هنا، ده صاحبه راجع. ومن اليوم ده محدش قرب منه. الكرسي بقى رمز، ورغم إن السنين عدت فضل الكرسي زي ما هو،